الله شكرا. الله يسعدك. بس انا اريد اناشد نور المالك، يعني اريد اسيل اقول للمغاوير اللي مخليهم بالامام موسى الكاظم، يعني لمن مخليهم؟ يعني انت برايك لمن مخلي لحمايه العتبه؟ مخليهم للحمايه، لو مخليهم يتحرشون بعرض العالم، يعني يصير واحد يجيب عائلته بناته وياه يجيبهم، المغاوير يقول لهم انا ما اخلي الا انا افتشهم، زين موكم مفتشات مخليهم بالامام الكاظم. لا هاي نقطه جدا خطره، يعني صارت هاي باب الدروازه انا موجود، انا وياي 14 نفر كلهم بنات، نساء كلهم بنات جاي نطب من باب الدروازه، يعني طلعنا من امام موسى الكاظم نطب الباب الدروازه نطلع على السوق. نعم. فالمغاوير تشلب قال للبنات الا انا افتشهم بايدي، يابا قلت لهم اكو مفتشات موجودات. اذا وهي تفتش يعني شوفوا جايبين المفتشات، كان يقول ما طول انت تعاندني، جر عليه سلاح، التموا عليه تقريبا 16 15 واحد من الحرس، من الحرس نفسهم. نعم. هم راشديات ورزايل ضربوك؟ اي هم نفسهم المغاوير اللي بباب الدروازه. باب الدروازه نعم. باب اطب على العميد ماله محاكي، يقول لي شنو انت شقي؟ يابا اقول له مو هيك الحاله، تشتكي له اللي صار. اي يعني جاي اقول له سيدي 15 واحد 14 واحد يعني يلتمون علي، وانا وياي 14 نفر كلهم بنات، كيه كامله احنا رايحين، بس انا يعني الموجود وتزورون والباقي وكلها بنات الباقي، يعني المغاوير يقول لي الا انا افتشهم، يابا ما اقول له ما يصير، مو مفتشات موجوده، يقول لا ابد. يعني وبالتالي ما يمكن ما زرتوا ورجعتوا. بالتالي هم طلعوا، يعني هو هذا نفسه الكبير مالتهم. نعم. العقيد نفسه. نعم العقيد قال الا حولك بسجن الكاظميه، يابا شو مسوي انا؟ قال لا مو انت تعديت عليهم صيحت، زين اذا واحد يفتش عرضي ما اصيح عليه؟ يعني يا عراقي يقبل واحد يفتش عرضه. احنا ناس عشاير وعندنا قيم ومبادئ، وما نسمح لهالممارسات تصير. هاي صارت عليها يعني قوات الاحتلال مارسوا هاي الامور، لكن العراقيين افشلوا هاي الخطط ونهوها. بس ان شاء الله نوجه كلامنا بس من خلال ناشد نور المالك. يعني اقول له هاي المغاوير مالتك اللي مخليها انت بالشارع تحمي العالم لو تتحارش بعرض العالم، بس هذا اللي طلبه من يمه اريد يكون يجاوبنا عليه، يعني بشرفك، يعني هو يعني مخلي مغاوير وتحمي العالم، ومخلي المفتشات قاعدين شنو شغل المفتشات؟ نعم. يعني بس قاعدات غير المفتشات شغلهم تفتش نسوان. اكيد مو صحيح؟ اكيد. يعني يصير رجال يفتش مره؟ لا ما معقول، احنا ناس مجتمع مسلم، مجتمع عربي شرقي، لنا تقاليدنا، ماكو مغاوير تفتش نسوان، وين اكو هيك حكي هذا؟ نعم احنا هاي الامور ان شاء الله نضعها امام انظار السيد وزير الداخليه الاستاذ جواد البولاني، تترك لنا رقم تليفونك، وان شاء الله نامل وراء كلامك يصير تحقيق حقيقي بالموضوع ان شاء الله، وكل من ياخذ حقه. اترك لنا رقمك هناك واكتب مغاوير الداخليه واكتب معلوماتك عن انسان. تفضل نايم. نعم.